السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير وفي صحة جيدة بإذن الله. بزاف ديال الإخوان والأخوات كيسولوا كيكتبوا في التعاليق اختي قولي لنا بالضبط شحال الثمن ديال الكونطرا. اليوم غادي نتكلموا في هذا الموضوع هذا بالنسبة للكونطرا بشحال كتطلع وبشحال الثمن ديالها. جميع المعلومات عن الكونطرا غتلقاوها في هذا الفيديو. غادي نوضح معكم جميع التساؤلات ديالكم اللي طرحتوا عليا في التعاليق. من طبيعة الحال اول حاجه اللي بغينا نفسروها هو ان الثمن ديال الكونترات، السبب اللي طلع الثمن هو ان الباكستان والبنغلاديش والهنود هما السبب الرئيسي فاش طلعوا الثمن ديال الكونترات. حتى المغاربه كذلك، ولكن المغاربه ما كانوش كيعطيو واحد الثمن اللي هو جد مرتفع. اما الهنود والبنغلاديش وكذلك الباكستان راه كيحطوا واحد الثمن اللي هو يعني يحطوا حتى 14 مليون 12 مليون، يعني 12 الف الاورو كيحطوها في الطبله للباترون او المحامي او لهاد السيد اللي غادي يدفع لهم واحد الكونطرا اللي هي مضمونه. كيحطوها على الطبله، ماشي بحال حنا المغاربه كنبقاو خايفين وكنبقاو نتردوا. يعني من طبيعه الحال اننا نخافوا، يعني لانه واحد المبلغ ديال 15,000 الاورو او 12 مليون او 10 مليون راه هو واحد الثمن اللي هو يعني اجا يجمعوا ما تجمعوا حتى غير بلا اله الا الله باش انك انت تنوض وتحطوا في واحد الكونطرا وما عرفتيش هاد الكونطرا واش هي مضمونه او لا. يعني الامر جد صعب بالنسبه لهذا الامر هذا. كيف ما قلت لكم الكونطرا اللي كتكون فيها 6 شهور او 9 شهور اللي هي كتكون الاغلبيه ما فيهاش الوراق. بالنسبه لعقود العمل الموسميه هاد الكونطرا كتكون 6 7، كاين اللي كيديرها حتى بالثمن حتى كيوصلها حتى ل 8 المليون. ولكن بالنسبه للكونطرات الاخرين اللي كيكونوا فيهم الوراق، بالنسبه للموديل بي كيكونوا يعني فيهم الوراق وانك عندك الحق تبدل بهم الوراق، هادوك الثمن ديالهم كيكون طالع، كيكون حتى ل 12 10، ابتداء من 10 المليون. قليل اللي كتلقاه كيدير الثمن ديال 9. يعني انت ومع من تلاقيتي، المهم هو انك هاد الكونطرا واش هي مضمونه او ما مضموناش. وكيف ما قلت لكم البنغلاديش والباكستان والهنود يعني حتى هما ولاو في الاواخر، يعني في السنوات الاخيره ولاو كيجيو بزاف لايطاليا. ولاو بالاخص انا البلاصه اللي ساكنه فيها الهنود راهم بكثره، يعني ولاو كاينين المغاربه ماشي ما كاينينش، حنا كيبانوا لنا الهنود ولكن الهنود كتشوفهم تبارك الله حتى هما ولاو يعني فاردين ريوسهم ولاو كيجيو لهنا لايطاليا لانهم حتى هما كيبغيو يخدموا من طبيعه الحال كباقي المغاربه. وهذا الشيء اللي خلى ان الثمن ديال الكونطرات يطلع، لانه بالنسبه لواحد الباترون او واحد المحامي باش انه يدبر لك على واحد الكونطرا، باش واحد هندي او باكستاني غادي يعطيه واحد الثمن اللي هو 9 او 10 المليون، المغربي لا، المغربي غادي يعطيه على الاقل تسبيق غيسبق ليه واحد 500 اورو او واحد يعني واحد ندير واحد المليون كاع غادي يسبقوا ليه. ولكن مني الواحد غادي يتيري الفيزا ديالو او بعدا يضمن دوك الوراق ديالو، ديك الساعه راه الواحد يمكن يخلص. علاش؟ لانه النصابه كتار وحنا هذا الموضوع راه عارفينه، وهاد الفرصه ديال الكونطرات كيسينوها بزاف ديال الناس باش انهم غير ينصبوا على الناس. وبالاخص خوتنا المغاربه اللي كاينين كذلك الناس من تونس من مصر من الجزائر. بزاف ديال الناس باغين يدبروا على كونطرا باي طريقه، والناس كيستغلوا هذه الفرصه. ماشي كل شيء، ولكن كاينين يعني اللي كيبغيو يستغلوا هذه الفرصه وينصبوا على الناس ويديو لهم رزقهم. وبالاخص في الفيسبوك دايرين جروبات يعني كيقول ليه الكونطرا راها موجوده، غير وجد انت راسك، يعني هو راه موجود. يعني هاد النقطه هذه ركزوا معايا مزيان، لانه الكونطرات راه ما كتجيش وكتكون موجوده غير يعني موجده غير هو بلا قانون بلا واحد الوثائق وبلا. يعني ضروري من الفوتوكوبي ديال الباسبور ديالك، ضروري انه يكون القانون ويدفع لك عند الباترون، والباترون تا هو كذلك تكون توفر فيه الشروط وانه ما عنده حتى مشاكل. عاد ديك الساعه اننا نكونوا ضامنين ديك الكونطرا واش تخرج ولا ما تخرجش. باش ان الكونطرا تكون موجوده هذا الشيء راه ما كاينش، يعني حذاري ثم حذاري من هذه النقطه هذه. وبالنسبه كذلك الناس يقول لك مني غادي نجي واش غادي نخدم ما غاديش نخدم،
يعني الخدمة كاينة في إيطاليا ماشي ما كايناش، كاينة. تقلّب على راسك، غادي تخرج تزعم، تمشي تجلس في البار، تلاقى مع الناس، الخدمة كاينة، كاينة الخدمة. لأنه كاينين بعض الناس كيقول لك لا ما كايناش خدمة، فين هي الخدمة؟ حنا ما غاديش نديروا واحد المقارنة مع واحد الإنسان وإنسان واحد آخر. كاين واحد كيجي ما كيخرجش، كيعطيها غير النعاس، كيبقى يتلاقى مع صحابو غير جالس، يعني ما عندوش واحد الرغبة في أنه يتعرف، أو ما كيكونش زاعم. يعني بالأخص الناس من يلاه كتجي ما كتكونش زاعمة، بالعكس خاصك تزعم إلا بغيتي نتا تحسّن الوضعية ديالك تحسّن من المستوى ديالك وتعرف كتر، خاصك تزعم. اللي ما زعمتيش ما غادي دير حتى حاجة. واول حاجه كنصح بها الناس اللي كيجيو هنا انهم يدخلوا يقراو اللغه، لان اللغه كتفتح لك بزاف ديال الابواب. الا ما عندكش اللغه ما غاديش تعرف تمشي تتقدم، ما غاديش تعرف تمشي تقلب على راسك في واحد الخدمه. والناس راه تمشي غير عند الفلاحه في الوقيته ديال الصيف، الفلاحه راها موجوده، والناس باغين، يعني الباترونات باغين الخدامه بالاخص في الفلاحه. المهم حنا كنقطه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الصنعه، على الاقل يبدا غير بهذيك الفلاحه حتى يصايب وريقاتو ويدور شويه الحركه. ديك الساعه حنا ما غاديش نتشرطوا يلا حطينا رجلنا في ايطاليا وغادي نبداو نتشرطوا اننا نخدموا واحد الخدمه اللي هي نقيه، او ندخلوا واحد الصالير اللي هو مهم. اول حاجه اننا بعدا نعديو باللي كاين المدرسة، كاينة فابور نمشي ندخل نقرا، لأن القراية كتلعب دور هنايا. إلا ما كنتيش قاري راك ما يعني كيكونوا بزاف د الأمور كيكونوا غامضين، وحتى نتا كتلقى واحد الصعوبة في بزاف د الأشياء. إلا كنتي قاري راه يعني كيتفتحوا لك بزاف ديال الأبواب، وكتسهل عليك بزاف ديال الأمور. وإن شاء الله راه يعني الواحد راه عام على عام، هو العام الأول راه ما غاديش نقولوا أنك راك غادي ترد دوك الفلوس اللي نتايا شريتي بهم دوك الكونطرا، او غادي تحصل على واحد تجمع واحد الفلوس اللي هي مهمه بشوي بشوي. ماشي من اول العام لا راه خاصني نوصل، خاصني نشري طوموبيل، خاصني نلبس مزيان. بشويه بشويه نتبتو ريوسنا ونعرفوا اشنو كنديروا. واهم حاجه هو اننا نعرفوا مع من تنترافقوا، هذه مهمه. بالنسبه ما تثقوش في الصحاب، وبالنسبه للبنات ما تثقوش في الصحابات، لان هنا في ايطاليا كله كيقول انا راسي، راه كيوريك المره الاولى المره الثانيه، ولكن من بعد راه يعني الواحد راه عنده ما يدار. بنادم ما تيكونش مسالي، الله يحسن العوان. باش يقابلك انت ويقابل العائله ديالو راه صعيبه شويه. يعني هنا الغربه الواحد خاص كاينه المسؤوليه اكثر، والواحد يحاول يركز على راسو ويحسن من راسو باش هكا يعتمد على راسو من طبيعه الحال. هادو هما النصائح اللي كنصح بها جميع الشباب او الاخوات والاخوان اللي باغيين يلتحقوا هنا ويجيو لايطاليا. الله يسهل عليهم ان شاء الله ويحسنوا الوضعيه ديالهم، ودرجه درجه او نقطه نقطه حتى كيحمل الواد.